سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ مزيان. اليوم ان شاء الله بغيت نوجد معكم واحد المقروط بدون حشوه بلا تمر. كيجي معشب ومقوم وسهل واقتصادي. المهم كما كتشوفوا هنايا المقادير. المهم هنايا عندي كيلو ديال السميده اللي كندير بها الحرشه ولا بسبوسه رقيقه. عندي 2 معالق ديال سنيده، اللي بغى يدير العسل يدير 2 معالق ديال العسل. عندي هنايا 2 معالق ديال الزنجة اللي كيكون محمر، وعندي 2 معالق ديال النفح حبة حلاوة محمرين مطحونين. عندي معلقة صغيرة ديال القرفة وشوية ديال الملحة. عندي هنا كاس مع عمرش ديال الزيت وكاس مع عمرش ديال الزبدة. وعندي هنا كاس ديال الماء باش نعجن العجينة. وهنا عندي نص كاس ديال الماء زهر. اللي عنده الخنيشات ديال الزهر يديرهم. المهم ان شاء الله غادي نبداو. هنا غادي ندير السميده. هنايا عندي كيلو، اللي بغى يدير النص ديال المقادير يدير النص. دينا 2 معالق ديال سنيده، وغادي نزيد كاس مع عمرش ديال الزيت وكاس مع عمرش ديال الزبده اللي كتكون دايبه. صافي، وغادي نحاول ندخل هاد الزبده والزيت في هاد السميده مزيان. وغادي نبقى ما ندلكش، المهم غير نديرها بحال اللي كندير الكسكسو. نحاول ندخل فيها الزيت مزيان، عاد غادي نزيد دوك المكونات الاخرين. صافي، هنا غادي ندير على هاد الطريقه بجوج يدين باش الزبده والزيت يدخلوا لنا في السميده. ما تبقاش واحد الجهه اللي كتكون ناشفه وواحد الجهه تكون قايسه الزيت. المهم غادي نمشيو ان شاء الله بنفس الطريقه حتى نبسبسو السميده مزيان، ونحسو بها لا من التحت لا من الفوق دخلات ليها الزيت والزبده. المهم هنايا غادي نزيد دوك الزريع. انا درت النافع وحبة حلاوه اللي محمرين وطحنتهم مزيان. وعندي هنايا عاوتاني جوج معالق ديال الزنجة كيكون محمر، ومعلقه ديال القرفه وشويه د الملحه. كنعاود معكم المقادير من الاول. هنا عندي نص كاس ديال الماء زهر، واللي بغى يدير ساشيات ديال الزهر يديرهم. صافي، هنا كندخل مزيان هاد المكونات. صافي، دابا كنزيد الماء غير بشويه بشويه. هنا انا درت كاس الاول، وغادي نزيد نعمر الكاس ديال الثاني. هنا انا عجنت غير بما بارد، ما دفيتو ما والو. صافي، هنا ها الكاس الثاني. صافي، كنبقى ندخل غير بشويه بشويه باش ما تجيناش جاريه. هنا نحاولوا ما ندلكوش هاد العجينه مزيان، غير نحاولوا نجمعوها مزيان. صافي، نبقى نخبو الماء غير بشويه بشويه باش ما يفوتلناش الماء في العجينه. صافي، هنا بقى نجمع غير بالصبعان على هاد الشكل. اللي بغى يدير نص ديال المقادير يديرهم. دابا نخليهم لكم في صندوق الوصف، نخليكم نص ديال المقادير. صافي، هنا العجينه ديالي بدات كتجمع معايا كما شفتوا. هنا راه ما جاريه ما قاصحه، متوسطه. المهم هي كتجمع. المهم غير تجمع تولي لكم، بقات تجمع لكم على شكل بحال هكا دائري بحال هكا. صافي، تعرفوا العجينه صافي راه هي هذيك. المهم هنايا هادشي اللي بقى لي من ديال الكاس الثاني. والعجينه هكا كي كتجي رطبه، غير تكور معكم هكا في اليدين. صافي، عرفوا العجينه وجدات. صافي، دابا ان شاء الله غادي نبداو باش نوجدوها. صافي، هنا بديت درت واحد الكويرات، واحد 4. المهم هنايا انا غادي ندير بهاد المرشم هذا ديال ديك الحلوه ديال التمر. اللي ما عندوش ماشي مشكل، دابا ندير شكل اخر. صافي، كما شفتوا كنديروا شويه ديال الطحين باش ما تلصق ليناش. واللي ما عندهاش هاد المرشم ماشي ضروري، غير هنا كتعطي غير ديك الزواقه وصافي. صافي، من بعد كما شفتوا هنا من بعد ما زوقت هاد الحلوه، ها نتوما كما شفتوا. صافي، ان شاء الله هادي غادي نردها على جنب باش غادي نوجد معكم الشكل الثاني اللي ما عندوش القطاعه. صافي، كما شفتوا هنايا من بعد ما ساليت. صافي، كما شفتوا غادي ندير معكم هاد الشكل.
هو اللي ساهل كاع وبلا مرشم بلا حتى حاجة. صافي هنا كنشد واحد شوية د العجينة وكنديرها على شكل حربل، ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق. وهنايا غادي نشد الموس وغادي ما نقطعش، غير يبقى نبركيه شوية ما نبقى نميلو على هاد الشكل. المهم ما نقطعش صافي. وغادي نشد عاوتاني وغادي ندير نفس الخطوط على الجهة الأخرى، المهم نديرهم معاكسين مع بعضياتهم صافي. وغادي نبقى نقطع على هاد الشكل بحال هكا. المهم اللي بغا يديرو كبير ولا صغير كل واحد وشنو. صافي هاد المقروط كيجي زوين، كيجي معشب بالنافع بسحلاوة. صافي غادي نمشيو ان شاء الله بنفس الطريقه حتى غادي نساليو حتى هاد الشكل كيجي زوين لا في الشكل لا في المنظر. غادي نعاود معكم. هاد العجينه ما كتفرتت ما والو، راه كتجي كتكور معكم بسهوله، ما كتفرتت ما والو. صافي كما شفتوا هنا غادي ندير عاوتاني حريبل ما يكونش رقيق ما يكونش غليظ، وغادي نشد الموس وغادي ندير خطوط مايلين وعاوتاني نعاودهم بالشكل الاخر عاوتاني معاكس ديالو صافي. وغادي نقطع على هاد الشكل صافي. وغادي نقطع هنايا العبار كل واحد وشنو. تبارك الله انا هاد كيلو عطاني شي 74 حبه وتبارك الله درتهم كبار ماشي صغار بزاف، عطاني 74 حبه صافي. هنا ان شاء الله من بعد ما غادي نسالي كما كتشوفوا ساليت انا كلشي صافي. هنا دارت المقله ديالي هنايا كتسخن باش غادي نبدا في الطياب حتى ساليت بديت في الطياب صافي. هنا درت غير واحد الكاسرونه متوسطه باش ما تاخذناش الزيت بزاف. درت هنايا كاسرونه من بعد ما غادي تسخن صافي. هنا راه رميت هنايا المخروط ديالي صافي خليته كيطيب. من بعد كنبقى نحركو باش يجيني بنفس اللون، يجيني نفس اللون فيهم كاملين. انا نقصت البوطه راه غير رميتهم وانا نقص البوطه باش يطيبوا بشويه ويدخل فيهم الطياب ما يجيوش معجنين من الداخل. وهنا انا استعملت غير كاسرونه على حساب الزيت باش ما تاخدش الزيت بزاف وما طيحش لينا. درت انايا غير كاسرونه صافي. هنا كما شفتوا كل مره كنزيد نحرك ونقلب باش ياخدوا نفس اللون صافي. هنا من بعد ما بداو كيتحمروا ليا كما شفتوا هنايا صافي راه بداو كيتحمروا بداو كياخدوا داك اللون الذهبي صافي. غادي نجيب واحد المريف وغادي نبقى نحركهم غير بشويه هنايا صافي باش ياخدوا نفس اللون كما كتشوفوا صافي. دابا ان شاء الله غادي نبدا نحيدهم ومن بعد ما نحيدهم نبقى نحيدهم من الزيت وغادي نديرهم في العسل مباشره. غادي نديرهم وغادي يكملوا الطياب ديالهم في العسل. هنايا راه خداو داك اللون الذهبي باش ما يجيوناش محروقين بزاف صافي. هنا ان شاء الله غادي نحيدهم وغادي نديرهم في العسل صافي. دابا ان شاء الله من بعد ما نحيد هاد نديرو في العسل غادي نعاود نرمي باش غادي نطيب ان شاء الله معكم داكشي اللي بقى لي ديال العجين. وهنا غادي نكونوا منقصين البوطه ما تكونش مجهده ماشي غير نرميوهم وغادي يتحمروا لينا، بالعكس خصهم ياخذوا الطياب ديالهم غير بشويه باش ما يجوش معجنين صافي. هنا نقصنا على البوطه صافي. غادي نبقى نبعدهم بشي قطيب ولا بشي عود على بعضياتهم صافي. هنا هاد الكاسرونه كاع ما كتاخد الزيت يعني وكطيبوا المقروط ديالكم وكيجي زوين صافي. هنا من بعد ما طابتي الطيبه الثانيه كما كتشوفوا حتى هي خدات نفس اللون. هنا حيت تكونوا كطيبوا حاولوا ديما بقى تحركوهم مابقاش تخليوهم على واحد الوجه بحال هكا
تبقى تحركهم باش ياخدوكم نفس اللون كما كتشوفوا هنايا. صافي وغادي نخليهم يتعسلوا مزيان، ماشي غير نحيدهم ونخرجوهم، نخليهم يبقاو في العسل مده طويله باش يدخل العسل فيهم. صافي دابا كنحيدوهم حيت خداونا اللون اللي بغينا. صافي ان شاء الله غادي نمشيو بنفس الطريقه حتى غادي نساليو ان شاء الله الطياب ديال المقروط ديالنا كامل. صافي هنا من بعد ما غادي نسالي ان شاء الله هاد الشكل غادي نطيب بشكل اخر. صافي غادي نمشي ان شاء الله بنفس الطريقه حتى غادي نسالي ان شاء الله المقروط ديالنا كامل وغادي نعسلوه. هنا راه كتكون كما قلت لكم خص الزيت ضروري تكون ناقصه. صافي ان شاء الله غادي نخليهم يطيبوا وغادي نمشي نعسلو ان شاء الله الشكل الاول اللي طاب كما كتشوفوا هنايا. كنحاول نعسلو مزيان وندير فوقو العسل باش يجي شارب العسل مزيان. صافي ان شاء الله من بعد ما غادي نسالي نعسلو ان شاء الله غادي نتلاقاو في التبسيط ديال التقديم باش تشوفوا كي جا. كما كتشوفوا المقروط ديالي ها هو كي جا حيت طاب المقروط الشكيلات بجوج. هانتوما كيجيو بجوجهم زويونين لا في المذاق لا في الشوفه. هانتوما كما كتشوفوا. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، كنتمنى ان شاء الله تدخلوا عندي القناه وتشجعوني وتابوناو معايا، وكنتمنى هذا المقروط يعجبكم. وكيجي زويون بلا تمر بلا والو، كيجي زوين ولا في المذاق لا في الشكل. غنقسم معكم وحده تشوف كي كتجي من الداخل. واللي بغى يديرو بالتمر يدير نيت غير هذا، غير يدير الحشوه التمر. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، وكنتمنى ان شاء الله تدخلوا عندي القناه وتشجعوني وتابوناو معايا. الفيديو يجي ان شاء الله باذن الله.